لما نقول بيتزا يبقى انت محتاج تيجي معايا رحله عن البيتزا. سكو بيتزا، وهو موجود في مدينه نصر مكرم عبيد في شارع عبد الحكيم، وهو متميز جدا في حته السرعه والداين ان بتاعه، بركن عائلات وصاله مكيفه، وزائد ان كل يوم بيعمل عرض جديد. وكل اللي عليك ان انت هتجيب اسرتك او صحابك وتقدر تسكان المنيو من الكيو ار. البيتزا معموله باعلى جوده وكويس جدا في الفاست فود، يعني البيتزا بتاخد من 6 ل 8 دقائق وتكون جاهزه قدامك. والاحلى في الموضوع ان البيتزا كلها بتبقى محشيه اطراف بالجبنه الموتزاريلا، وحجم اللارج البيتزا بتبقى اكبر من اي براند تاني. فانا النهارده هدوق معاكم اقوى 4 انواع عليهم هيدك عنده. واول بيتزا وهي سكو بيتزا، وخلينا نقيم البيتزا من 1 ل 10. طبقه البيتزا خفيفه ومشبعه، وحرفيا الحشو كان فيها كتير. ولما ندوق سلايز البيتزا مع صوص الجبنه المتميز، حرفيا الصوص نقلها في حته تانيه. ولو هنقيم سكو بيتزا فهي تاخد 10 من 10. ونخش بقى على البيتزا التانيه وهي بيتزا ببروني. عايز اقول لكم ان هي خفيفه جدا وجميله، والصوص اللي بيجي معاها بجد خطير، والصوص كان البيك تيست. ونرجع ونقيم الببروني بيتزا فهي تاخد 10 من 10. ونخش على تالت بيتزا وهي رانش بيتزا، ودي كانت مديه معايا كده طعم الباربيكيو، والحته الصايعه اللي فيها طماطم الشيري الصغيره. ولما دقتها حرفيا كان طعمها جميل، وكانت مليانه موتزاريلا. ولو هنتكلم عن حشو الاطراف فانا عايزك بقى تبص معايا كده، ولما بقى نجربها بالرانش صوص بتوديك لطعم الى قطع. وخلينا نقيم الرانش بيتزا ودي تاخد 10 من 10. والافتكاسه الحقيقيه بقى وهنا سقسمته قليلا. بيتزا الابل باي او البيتزا الحلو، دي بتبقى عباره عن بيتزا شبه الابل باي تماما، وهتبقى ان اول مره ادوق حاجه زي كده. كنت مستغرب الموضوع، لكن عايز اقول لك ان هي خطفت الجمال والدلال، وهسيبكم تقيموها لما تجربوها. وهنا كنت مستحوذ بقى على البيتزا لوحدي، وقلت اما اكل صحابي بقى بكل حب زي ما انتم ما شايفين كده. حب جمل. وما تنساش بقى لو انت في اي مكان وجعت مره واحده هتلاقيهم بقى على الابلكيشن طلبات. سمعت ان بانجي برجر عامل قلبان في مدينه نصر، فانا النهارده هجرب اكتر 2 اوردر بيتطلبوا في بانجي برجر، وخصوصا انه عامل اوفر جامد جدا الايام دي. وعجبني جدا ان هو عامل حركه صايعه، انه عامل اللوجو على البريد بتاعه بشكل كرياتيف وما لقيتهاش في حته تانية. بانجي برجر، وخليني اقول لكم انا طلبت ايه. واول حاجه وهو بانجي تشيز وبانجي ستايل. خليني ادوق بقى معاكم اول حاجه وهي بانجي ستايل. الساندوتش عجبني جدا وكان مرتب، دخل في حته البريميوم وقوي كمان. الساندوتش كان جوسي جدا وحرفيا ما كانش محتاج اي صوصات جنبه. وخلينا نخش على الساندوتش التاني وهو بانجي تشيز. حبيت ان افصل طعم اللحمه وكلتها لوحدها. عايز اقول لكم ان اللحمه كانت طبيعيه والكواليتي بتاعها فعلا كان عالي. واما بالنسبه للسندوتش بقى فانا عايز اقول لكم ان هو كان غرقان في بحر التشيز. فلو انت بقى من عشاق الجبنه عليك بقى على بانجي برجر على طول. واللي عجبني جدا عنده ان هو عنده اكتر من 5 صوصات، ممكن تختار الصوص بتاعك المفضل اللي ينزل مع البرجر. فانا عشان خاطر بحب الباربيكيو فطلبته هو والصوص الميكس تشيز. وبالنسبه بقى لعنوان بانجي برجر فهو موجود في مدينه نصر مكرم عبيد في 50 شارع عبد الحكيم، ومع كوك بلوكس. الموضوع مش خلصان، كتر ما تشيكن ميز بيتقال اسمه حواليا كتير اتحمست جدا ان اروح اجربه، وخصوصا انه عنده فرايد تشيكن طعمه قرمشه غير اي حد تاني. وخلينا نبتدي بالسندوتشات الميز اللي خلينا نبدا باول سندوتش وهو تشيكن ميز. والسندوتش دوت حرفيا فيه كميه حشو سايبها لكم بقى مفاجاه لما تروحوا تجربوه. وعايز اقول لك بقى ان القنبله الذريه دي ابقى قابلني لو كلتها لوحدك، ولو حصل وكلتها لوحدك تعالى بقى وقابلني في 50 شارع عبد الحكيم في مكرم عبيد مدينه نصر. تخيل معايا ان كل يوم في اوفر على سندوتشات الصاج. وخلينا بقى نخش على القنبله الثانيه وهي ميز اند تشيز. الساندوتش كان سلس ومرتب ومن كتر حلاوته كان هياكل نفسه. عشاق الميز تشيكن صدقوني ده انسب مكان ليكم. ونيجي بقى لحته الفرايز. الفرايز يا جماعه بتبقى معموله هاند ميد، بتتعمل فريش كل يوم، وبصراحه لما جيت دقتها كانت كريسبي كده وطعمها جميل. واما بقى للوجبات بتاعه البروست عجبتني جدا، وبصراحه كانت القرمشه بتاعتها كانت سلسه، وحتى التتبيله كده بتاعه الفراخ كانت كويسه جدا. واللي عجبني اكتر بقى ان كانت الفراخ مستويه جدا من جوه. واديك بقى عرفت مين هو تشيكن ميز.